بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم على حاجتين النهارده، هتكلم على جروس مدرب الزمالك الجديد، وهتكلم على الاهلي. يعني هقول لكم حاجه كده على الاهلي بخصوص كهربا وامام عاشور والكلام ده. جروس طبعا الزمالك خلص معاه، تعاقد معاه لمده 6 شهور، ومعاه 3 اجانب في الجهاز الفني، مدرب حراس مرمى ومدرب لياقه بدنيه ومحلل اداء، وهيكون معاه امير عزمي مجاهد ان شاء الله. خلاص ان هم حتى نزلوا التمرين يعني. انا شايف ان جروس مش هو افضل اختيار لنادي الزمالك، او مش الرجل المناسب لنادي الزمالك في الفتره الحاليه. طبعا اتمنى له التوفيق، يعني اتمنى لجروس التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه ويعمل حاجه كويسه مع نادي الزمالك. لكن في حاجات كتير قوي تخليني اقول ان هو مش افضل اختيار للزمالك دلوقتي. هو الزمالك كان عايز يجيب ميكالي، ولكن طبعا لقى ان الوقت يعني مش هيسعفه. خلاص جوميز ساب الفرقه، وميكالي لسه عنده مع اتحاد الكرة عقد مع منتخب الشباب، ولسه عقبال ما يخلص نفسه. يعني هتاخد وقت، والزمالك يعني احنا بعد 4 جولات في الدوري، وعنده ماتشات في الكونفدرالية، وعنده ماتش يوم الخميس مع سيراميكا. فكان بالنسبة لهم جروس اسهل اختيار، عشان جروس فاضي ما بيشتغلش. فلما كلموه جه بسرعة، فكان بالنسبة لهم هو افضل اختيار يعني. لكن انا بالنسبه لي هو مش افضل مدرب لنادي الزمالك في الفتره الحاليه. اولا كبير في السن، بقى له 3 سنين ما بيشتغلش. يعني 3 سنين قاعد في البيت. اخر تجربه كانت مع نادي شالكه الالماني من 3 سنين، ويمكن حتى لما مسك شالكه الالماني لعب معاهم 11 ماتش، كسب ماتش واحد واتغلب بقيه الماتشات. والفريق شالكه ساعتها نزل للدرجه الثانيه في المانيا في الموسم اللي جروس مسك فيه شالكه. ومن ساعه ما ساب شالكه ما اشتغلش خالص كمدرب، هو اشتغل كمستشار رياضي في نادي بازل السويسري. فبقى له كتير جدا ما بيشتغلش مدرب، وده بيرجع ان هو كبر في السن، ويعني ما عندوش الجهد ان هو يبذله كمدرب. فحتى لما جاله عرض نادي الزمالك قبل بيه بسرعه جدا عشان يشتغل، يعني عشان يكون موجود. ثانيا بقى من الناحيه الفنيه طريقته غير جوميز خالص. جوميز راجل مدرب برتغالي بيهاجم وبيلعب بشكل هجومي، وبيلعب يعني بيبقى كل مباراه بينزلها بيلعب بطريقه هجوميه، عايز يكسب، والاجنحه بتطير ونص الملعب. جروس لا، جروس بقى لو اتكلمنا فنيا عن جروس، واحنا شفناه مع نادي الزمالك قبل كده في 2019، جروس بيلعب بتحفظ، بيلعب دايما مش طريقه نادي الزمالك، بيلعب دايما زون ديفenس في نص ملعبه، وبيلعب على الهجمات المرتده مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك عايزه تاخد بطوله. اعتقد ده مش مناسب. وكمان جروس مش من نوعيه اللعيب، مش من نوعيه المدربين اللي بيعتمد على لعيبه كتير. جروس دايما لما تلاقيه بيلعب بيعتمد على 13 14 لعيب، زي ما كان قبل كده بيدرب نادي الزمالك بيلعب 13 14 لعيب، والباقي كله بيبقى في الثلاجه. فده اللي خلاني اقول ان جروس من خلال تجربته السابقه، ومن خلال سنه دلوقتي، ومن خلال اللي هو بقى له فتره ما بيشتغلش، ان هو مش مناسب. بس الزمالك اختار الحل الاسهل عشان يقدر بسرعه يجيب مدرب اجنبي، ويجيب مدرب اجنبي كمان بفلوس على قد نادي الزمالك في الفتره الحاليه. اتمنى كل التوفيق لجروس خلال الفتره القادمه، ان شاء الله يعمل حاجه كويسه. لكن الكلام اللي انا قلته ده انا مش مقتنع ان جروس هو افضل اختيار لنادي الزمالك في الفتره الحاليه. زيزو يستحق افضل لاعب داخل قاره افريقيا من خلال مستواه ثابت جدا، ومن افضل اللعيبه في مصر في الدوري المصري ومع نادي الزمالك، وعامل مواسم رائعه جدا الموسم ده كمان، من اللعيبه المؤثره جدا في نادي الزمالك. فهو يستحق ان هو يكون افضل لاعب داخل قاره افريقيا. هروح للاهلي وبطوله كاس العالم او كاس الانتر كونتيننتال. الاهلي خسر. احنا اتكلمنا طبعا فنيا عن الاهلي، وان الاهلي خسر. فالاهلي خسر بطوله الانتر كونتيننتال لاسباب. احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن الناحيه الفنيه، والاهلي كولر اتاخر في التغييرات، مش عارف الترتيب في ضربات الترجيح. لكن انا عايز اقول بقى سبب رئيسي، ويمكن السبب ده مش ظاهر للناس، لكن سبب من الاسباب الرئيسيه اللي ربنا ما وفقش النادي الاهلي في بطوله كاس العالم، ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دلعوا كهربا وامام عاشور كتير. يعني كان دايما النادي الاهلي بيدبح، عنده سياسه كده، اي حد بيغلط او اي حد بيخرج على النظام ما بيقعدش في النادي الاهلي، بيدبح على طول. الفتره اللي فاتت كهربا عمل مشاكل لما ما لعبش في السوبر المصري، والاهلي رحله
من الامارات الى مصر، وبعدين رجع مصر اتاسف للفريق وتاسف للمدرب، رجعوه على طول للتمرينات ورجعوه في الماتشات. امام عاشور نفس القصه، لما ما لعبش ماتش، كان اعتقد ماتش استاد ابيجان في دوري ابطال افريقيا، برضه عمل مشاكل ومش عارف ايه واتخانق وما رضيش يتمرن بعديها تاني يوم وكده، وخصموا من الاهلي منه مليون جنيه، وبعدين رجعوه بعد كده للتدريبات عادي قبل حتى ما الايقاف يخلص، وبدا يلعب عادي واشتغل عادي. فالاهلي اتغير شويه الفتره اللي فاتت في التعامل الاداري مع اللاعبين. انتوا عارفين خساره الاهلي لبطوله الانتر كونتيننتال، ماتش باتشوكا ده خسر الاهلي 8 مليون دولار. 8 مليون دولار، 4 مليون دولار لو الاهلي كان كسب باتشوكا كان هياخدهم، بالاضافه ان كمان لو كان لاعب ريال مدريد في نهائي الانتر كونتيننتال كان هياخد له 3 4 مليون دولار حتى لو خسر من ريال مدريد. يعني مبالغ ماليه. 8 مليون دولار دول ولا 7 مليون دولار دول يعني رقم رقم اضرب، يعني حوالي 400 مليون جنيه مصري او اكتر كمان. فالعدم، خلي بالكم المشاكل اللي عملها امام الفتره اللي فاتت والمشاكل اللي عملها كهربا الفتره اللي فاتت خلت بقيه اللعيبه كمان تتكلم، بقيه اللعيبه اللي جوه الفرقه تتكلم، يقول لك اشمعنى دول اللي اداره الاهلي بتسامحهم. ف وانا عرفت يعني معلومات خلال اليومين اللي فاتوا بعد ماتش باتشوكا ان كابتن محمود الخطيب هيتعامل بعنف، وفي لعيبه هتمشي في شهر يناير القادم، وفي لعيبه هتتعرض للبيع او للاعاره في شهر يناير القادم. الاهلي هيبدا يرجع تاني لسياسته اللي كان هو مشهور بيها، او كان هو دايما النادي الاهلي ما بيخليش حد يخرج بره النظام، اللي بيخرج بره النظام بيتذبح، بيبقى بره النادي الاهلي. الاهلي ما عملش كده الفتره اللي فاتت فتعاقب، الاهلي نفسه اتعاقب. فالفتره اللي جايه كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي برضه هترجع بقى للنظام القديم اللي هو السيستم اللي كان بينجح النادي الاهلي. فطبعا خسائر كبيره جدا للنادي الاهلي بعد الخساره من باتشوكا. وطبعا في بقى يعني زي ما قلنا اتكلمنا قبل كده، الاهلي هيعمل فرقه قويه وعايز يتعاقد مع لعيبه الفتره اللي جايه. شفنا طبعا اهم، يعني شفنا اخر صفقه الاهلي تعاقد مع حمدي فتحي فتره كاس العالم، وعايز يجيب تريزيجيه، وعايز يجيب محمد عبد المنعم، وعايز يرجع محمد عبد المنعم تاني من الدوري الفرنسي يلعب برضه مع الاهلي بطوله كاس العالم. ان الاتحاد الدولي هيفتح بشكل استثنائي القيد قبل بطوله كاس العالم في امريكا في شهر 6 2025. فانا بقول ان دايما احنا حتى كلنا كنا بنقول ان اداره النادي الاهلي هي الافضل كاداره في مصر، ما بيهرجوش، ما في سيستم، ما حدش بيخرج بره النص. اي لعيب بيخرج بره النص كان بيتذبح، دلوقتي لا. ويعني موضوع امام وموضوع كهربا عمل، خصوصا كهربا عمل مشاكل كتيره جدا الفتره اللي فاتت، وكان كل مره النادي الاهلي بيعديها، واداره الاهلي بتعديها لغايه بقى ما جت المره دي بقت خلاص الموضوع صعب جدا. فانا شايف ان ده سبب من الاسباب الرئيسيه لخساره النادي الاهلي وعقاب النادي الاهلي اللي تعاقب بخساره كبيره جدا على مستوى كاس عالم، اللي كان هيوصل نهائي كاس عالم امام ريال مدريد، وكان في نفس الوقت كمان هياخد فلوس كتيره جدا كانت هتنعش خزينه النادي الاهلي. ولكن زي ما شفنا طبعا ربنا ما وفقش النادي الاهلي بسبب بعض الحاجات اللي كانت بتحصل وما كانتش بتتعالج بالشكل المظبوط.